السلام عليكم. هاد الكيك هذا بالضبط الا جربتيه غديه معايا. خدي خلاط كهربائي، ديري فيه 2 ديال البيضات، كاس الا ربع ديال السكر، كاس الا ربع من الزيت، ملعقه صغيره من القهوه سريع الذوبان. غادي نضيفو كاس ديال الحليب. هنايا البنات راه المقادير مضبوطين. 2 ديال المعالق من الكاكاو المر، و2 ساشيات من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. هذا الكيك هذا غادي نوجدوه بدون دقيق، غادي نديرو في عوض الدقيق البسكوي. كما كتلاحظوا انايا عندي هذا النوع من البسكوي هو اللي غادي نستعمل. غادي نضيف 2 ديال الباكيات، كل باكية فيها 85 غرام. تقدري تعوضي هذا البسكوي هذا باي نوع من انواع البسكوي اللي عندك في الدار. كنوضع الخليط في المول اللي غادي يدخل الفرن، حتى في الفران راه ما كتعطلش نهائيا. انا ما استغرقاتش حتى 15 دقيقه كامله. حضي معاها راه دغيا كطيب. هنايا الكيك داخله في الفرن كطيب. كنوجد هنايا السيرو، فيه 4 كاس ديال الماء و2 معلقات ديال السكر وقهوه سريعه الذوبان معلقه صغيره. صافي هنايا بعد ما طابت الكيك خرجتها من الفران، خليتها حتى بردات. هنايا السيرو راهو سخون وكنبدا كنسقي غير شويه، ما كنحتاجش هاد الكميه كلها حيت اصلا رطبه كما شفتي معايا في الفيديو. بعد ما سقيت الكيك بالسيرو، هنا ذوبت واحد شويه ديال الشوكولا. اي صوص ديال الشكلاط غادي تخدم ليك في هذا الكيك هذا، حيت كيجي اصلا مشرب وبنين. دونك غادي نزيدو شويه ديال الشكلاط من الفوق، يعني لاصوص الشوكولا. انا استعملت هذا اللي فيه هاد لي بيبيت كروستيونت. وغادي كما كتلاحظي غادي ندهن غير الواجهه ديال الكيكه على هاد الشكل هذا. صافي دهنت الكيكه من الفوق بالشكلاط. غادي نحك هذا المرسو هذا. عندي فيه 3 ديال الانواع ديال الشكلاط، شكلاط كحل وشكلاط ابيض والشوكولا بالحليب. صافي ما بغيتش نكتر بزاف من الشكلاط باش ما تجيش حلوه بزاف، ولكن صدقوني راه جات هي هذيك في المذاق وزوينه بزاف لذيذه. عطيتكم مقادير مضبوطه، نوضوا جربوها دابا. راها سهله مهله وبنينه. اهم حاجه انها رطبه بزاف. شوفي هي كيكه شحال رطبه. حتى فيديو اخر ان شاء الله.